في يوم صحينا على خبر انتقال لاعب تشيلسي اللي فاز بدوري أبطال أوروبا لنادي في الدوري المصري. المفاجأة إنه لا كان للأهلي ولا حتى للزمالك. فلورنت يوهان مالودا، اللاعب الفرنسي اللي بدأ حياته مع نادي جينجام وفضل فيه لحد ما راح لنادي ليون سنة 2003 عشان يفوز بجائزة أحسن لاعب في الدوري الفرنسي موسم 2006-2007، وحقق معاهم الدوري 4 مرات وكاس السوبر 3 مرات. وبسبب تألقه انتقل لنادي تشيلسي الإنجليزي اللي فضل معاه لحد موسم 2012-2013. وخلال الفترة دي كسب مع تشيلسي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكاس إنجلترا. مش بس كده، هو كمان خد جايزة أفضل لاعب في تشيلسي موسم 2009-2010. شارك مالودا مع منتخب فرنسا في 80 مباراة دولية. اتنقل بعدها لأندية في تركيا والهند لحد ما قدر نادي وادي دجلة إنه يقنعه يلعب معاهم لمدة 6 شهور. في موسم 2016 شارك معاهم في 16 مباراة، قدر يسجل 3